في أوقات كتير في حياتنا كلنا بنحس إن في حاجة غلط، بس مش عارفين نسميها، مش عارفين نسميها إيه بالضبط، مش قادرين نحط صباعنا على المشكلة، بس حاسين يعني إن في حاجة ما بقتش زي الأول. صحتنا النفسية مش بتنهار فجأة، بتتدهور على مهلها، خطوة خطوة، لحد ما نلاقي نفسنا في مكان مش عارفين إزاي وصلنا له. النهارده هنتكلم عن 7 علامات لو لقيناها في حياتنا يبقى فيه وقت محتاجين إن إحنا نقعد فيه مع نفسنا كده وناخد بالنا من نفسنا، ويمكن نطلب كمان مساعدة. أول حاجة، التعب اللي مش بيخلص، يعني تصحى من النوم وأنت تعبان، تنام 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة وبرضه حاسس إن جسمك تقيل، زي ما يكون في كده أكياس رمل شايلها على كتافك. ده مش كسل، ده ما انتاش علشان محتاج فيتامينات، ده تعب، تعب نفسي. لما العقل يكون مرهق لدرجة إنه بيسحب كل طاقة الجسم، المخ بتاعك شغال 24 ساعة في قلق، في تفكير زايد، في صراعات، فطبيعي الجسم يبقى مستنزف. إيه بقى اللي تعمله؟ جرب تأجل القهوة شوية بتاعت الصبح، خلي جسمك يصحى واحدة واحدة، يصحى طبيعي. اعمل حركة بسيطة 5 دقايق مشي، تمرين خفيف. حاول تاكل أكل متوازن مش مجرد سكريات. حاول تحسن نومك نفس الميعاد كل يوم، وغرفة مظلمة، جو هادي، ولو تقدر جرب شوية مية باردة كده على وشك الصبح، بتنبه الجهاز العصبي. ثانية، من العلامات إن يبقى فيه عزلة، لما تبدأ تختفي من حياة الناس، يعني بتلغي المواعيد، بتعتذر كتير، ترفض الدعوات، بتقول مش فاضي تعبان المرة الجاية ربنا يسهل. وببطء بتلاقي نفسك قاعد لوحدك في أوضتك، بعيد خالص عن كل الناس اللي كانوا حواليك. بتحس إن ده بيحميك، بتريح نفسك، إنك أنت مش محتاج حد، إن الناس تعبانة وأنت أحسن تكون لوحدك. بس الحقيقة إن عزلتك دي بتعزز إحساسك بالوحدة، بتخليك تصدق إنك فعلا لوحدك، إن محدش فاهمك، إن مفيش أمل في التواصل. طيب إيه الحل؟ ما تضغطش على نفسك، تتكلم مع حد أو تعمل صداقات جديدة من أول وجديد. ابدأ حاجة صغيرة، انزل مكان عام، قهوة، مكتبة، حديقة، يعني حتى لو قعدت لوحدك في المكان ده وجودك وسط الناس بيفرق. دماغك بتحتاج إنك أنت تسجل فكرة إن أنا مش لوحدي في الدنيا، في ناس تانية موجودة. تالت علامة، الانفعال من أصغر حاجة، صوت حد وهو بياكل كده بيعصبك، حد ماشي ببطء قدامك بتحس إن هو كأنك هتنفجر فيه، كلمة غلط، نظرة، حتى صوت تنفس، كل حاجة بقت مستفزة ليك. مش إنك أنت بقيت شخص وحش، بس بقى في مشكلة. ده بيسموه ال window of tolerance أو نافذة التحمل بتاعتك، مساحة اللي تقدر تستحمل فيها الضغوط بقت ضيقة جدا. الجهاز العصبي بتاعك في حالة تأهب قصوى، مستعد إن هو ينفجر في أي وقت. إيه اللي تعمله؟ لما تحس بالانفعال وقف نفسك، خد نفس عميق، قول لنفسك الموقف ده ما يستاهلش. ما تخليش لحظة واحدة وحشة يعني تبوظ يومك. الموضوع مش في اللي حصل، الموضوع انك انت محتاج تهدي جهازك العصبي، محتاج تهدى، محتاج ترتاح، محتاج تديله اجازة ولو حتى دقايق. رابع علامة، فقدان الامل في المستقبل، انك انت ما يبقاش عندك امل في المستقبل. ده مش اكتئاب صريح، مش افكار انتحارية يعني، بس احساس هادي وتقيل بيقول لك الفايدة، ايه لازمتها. وتبص المستقبل ومش شايف حاجة تستنى عليها، الأحلام بقت باهتة، خطط بقت بلا معنى، بتسأل نفسك أنا عايش ليه بالظبط، مش لاقي إجابة مقنعة. طب تعمل إيه؟ ما تحاولش تلاقي معنى كبير للحياة دلوقتي، ابدأ بحاجة صغيرة، ولو تلاحظ حاجة صغيرة دي متكررة،
جدول بسيط خالص، يعني تستنى وجبة مثلا بتحبها تعملها، حلقة من مسلسل، زيارة لمكان جديد، حاجة مهما كانت صغيرة تديك سبب تصحى له. الأمل مش بيرجع مرة واحدة، بيرجع في لحظات صغيرة ومتراكمة. خامس علامة، علاقتك بالأكل اتغيرت. يعني يا إما بتاكل عشان يعني كده ما تحسش، كل ما تحس بقلق أو حزن تفتح التلاجة، أو إما إنك أنت بتستنى أو بتنسى الأكل خالص. يعني بيعدي عليك يوم تلاقي نفسك ماكلتش، مش حاسس بالجوع أصلا. الأكل العاطفي الemotional eating أو فقدان الشهية الكامل، الاتنين علامات إن الجسم والعقل بقوا في خناقة، بقى في مشكلة، بقى في غضب. تاني، ابدأ سجل إيه اللي بتاكله وإمتى وحاسس بإيه قبلها. ده هيساعدك تفهم إيه النمط، إيه اللي بيتكرر. والموضوع مستمر لمدة أسابيع لازم تستشير طبيب نفسي، ممكن دكتور بطن أو تغذية، يتأكد إن مفيش حاجة عضوية أنت بتمر بيها. سادس علامة، النوم بقى عدو. يعني يا إما مش قادر تنام، بتفضل ساعات تتقلب في السرير، دماغك ما هياش راضية إنها تسكت، تفكير كتير، أو بتصحى كتير في نص الليل، كل ساعة كل ساعتين، قلق وكوابيس وأفكار مش راضية تسيبك. أو الحالة التانية إن النوم بقى متقطع أو مفقود خالص، وده بيدمر صحتك النفسية والجسدية. طيب، تعمل إيه؟ حط روتين صارم قبل النوم، نفس الوقت كل يوم تنام فيه، نفس الطقوس، تاخد حمام دافي، تقرا كتاب، تسمع موسيقى هادية، تجرب تقنية فيها استرخاء، فيها خلط معرفي، تفكر أفكار عشوائية لما تيجي تبقى قلقان، ده بيشتت مخك عن القلق. أو تسمع أصوات طبيعية كده في ودانك موجودة على اليوتيوب، أو تسمع عموما موسيقى هادية. سابع حاجة، النظافة الشخصية يمكن تكون بقت مستحيلة، يعني إنك أنت تغسل سنانك بقت حاجة تقيلة، تدخل تاخد حمام شاور بقت حاجة مرهقة، تغير هدومك ليه؟ ناس بتقولك أنت كسلان أو مش مهتم بنفسك. الحقيقة مختلفة، ده مش كسل، جهازك العصبي بتاعك قفل، مش قادر يتحمل حتى أبسط المهام. دماغك مش شايفة إن الاستحمام ده حاجة مهمة، ده مجهود ضخم ما يستاهلش الطاقة والقدرة بتاعتك المتبقية. طب تعمل إيه؟ سهل الموضوع على نفسك، حط فرشة السنان والمعجون في مكان واضح قدامك على المكتب، خد الشامبو بتاعك والصابونة في مكان ما تحتاجش تدور عليهم. قلل الخطوات، لو مش قادر تستحمى اغسل وشك، لو مش قادر تغسل سنانك دقيقتين اغسلهم 30 ثانية. أي حاجة أحسن من مفيش، متستناش لحد ما توصل لمرحلة تنهار فيها بالكامل. لو في أي علامة من العلامات دي محتاج إنك أنت تتكلم فيها أكتر ومحتاجني إن أنا أشرح فيها أكتر، ممكن تبعتلي في الكومنتس